مساء الخير. بقالي كتير ما بطلعش معاكم ومقصر في حق مصر، وده ما يصحش. مصر عاملة إنجاز تاريخي وعاملة حالة كبيرة في الشوارع المصرية وفي البطولة، واللاعيبة هايلة جدا، والكابتن حسام حسن والجهاز الإداري كله. حسن بجد برافو، شابوه. انت عملت اللي مفيش أي مدرب أجنبي جه مسك مصر وعمله. عاش يا عميدو، استمر، احنا في ظهرك. سيبك من الناس المريضة اللي بتقطم فيك من أول ما مسكت المنتخب. انت فعلا عامل حالة كويسة وعامل أداء كويس وروح للمنتخب. الناس المريضة دي يا ريت ما نعملش ليهم شير للفيديوهات بتاعتهم، ولا نطلع نتكلم عنهم تاني. كفاية بجد. خلينا مركزين وخلينا نتبسط وخلينا نفرح. يا ريت محدش يشير يا جماعة، عشان الناس دي بتحطمنا والناس دي مريضة. الناس دي تحسهم مش مصريين أصلا. يا ريت يعني حاجات بسيطة بنختلف معاك فيها. التغييرات انت بتبقى خايف ان انت تغير، وبتغير تغييرين معتادين، اللي هو بتاع حمزة وبتاع تريزيجيه. دخل اللعيبة كلها في المود، ولازم تستفاد باللعيبة كلها، تستفادش من اتنين تلاتة وما تحملش على الباقي. عشان احنا شفنا اللعيبة كلها خستعت مننا، واللعيبة كلها شكلها كانت هتروح مننا ال11 كلهم. لازم نعمل الروتيشن. انت معاك لعيبة كبيرة وانت مدخلهم في المود كلهم، ما تخافش وخد الريسك ونزلهم. اللعيبة كلها بإذن الله تبقى على قد المسؤولية. تالت حاجة موضوع هيثم حسن وزيزو. لا، زيزو مش في المود، زيزو مش مركز. قلنا عليه لعيب كبير. ممكن تريحه شوية، تلعب هيثم حسن. هيثم حسن هيعرف يطلعك بالكورة. على فكرة هيدافع نفس دفاع زيزو، لأن زيزو لحد دلوقتي دفاعه سلبي، ما بيعرفش يقطع بالكورة وبيرجع يحلق، ويعتبر إن هو ما بيرجعش. فأنت اعتبر هيثم حسن زي يمكن هيثم حسن يفاجئنا ويعرف يدافع ويعرف يهاجم. هيعرف يبقى مكانه كويس جنب محمد صلاح. الاتنين بقى مكانهم جنب بعض. محمد صلاح بيلعب 10، بيطلع الفريق. انا بحييك بصراحة على مكانه الجديد. هدخل اصلا محمد صلاح في المود. انا حاسس ان محمد صلاح البطولة دي بيلعب بروح وعايز يعمل حاجة بجد. ادي اللعيبة كلها، ودي ابراهيم عادل، تريزيجيه تعب، امام عاشور تعب، قعدهم ونزل اللعيبة دي تاخد دورها. لعيبة كبيرة اللي معاك، وبإذن الله هتبقى كويسة وهتضيف للمنتخب وتستغلهم عشان الإصابات. رابع حاجة التركيز على الماتش الجاي. التركيز على الماتش الجاي. هتقابلك استراليا، على فكرة فريق قوي بدنيا وعندهم أطوال، خلي بالك منهم. هيبقى عندك مشكلة إيران. يا ريت نخلي بالنا وتأهل اللعيبة ذهنيا وبدنيا، ياخدوا الريكفري صح، لأن اللعيبة منهكة. اللعيبة حتى مش قادرة تفكر. يعني معاك كورة في حالتها الطبيعية بتعمل حاجات أحسن من كده. في ماتش إيران اللعيبة معظمها كانتش عارفة تعمل أي حاجة. اللعيبة كانت مجهدة ذهنيا. في لعيبة أنا حاسس كده إن هي بتقول كفاية كده وإحنا عملنا اللي علينا وبتاع. لأ، فوقهم، مش يبقى كلامه بس وبيرددوه في الإعلام في اللي هي الحوارات الصحفية. لأ، وفاهمين ده بالظبط. وإحنا لسه دورنا جاي، لان احنا باذن الله ربنا يعني مسهله معانا في المنتخبات اللي بنلعبها. الدور ال 32 استراليا مش اقوى حاجه، ركزت هتكسبها باذن الله. والارجنتين وكاب فيردي ما تفكرش فيهم دلوقتي. باذن الله خير، وان شاء الله مصر هتعملوها وهتفاجئونا وتعملوا حاجات محدش عملها قبليكوا. وباذن الله هتعملوا تاريخ لنفسكم صعب ان حد اصلا يجيبه. فعاش، وعايزين نكبر الطموح. مصر بتعملها ازاي؟ عاش مصر.